صباح الورد، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا في خير وسعادة. في فيديو النهاردة هعمل معاكم فيه حلويات حلوة قوي، مقرمشة كده ومعسلة احلى من بلح الشام، وسهلة كمان، شكلها كمان قمر، طريقة تشكيلها سهلة جدا. اما المقادير بقى اقتصادية قوي قوي، كلها موجودة في البيت، يعني مش هتكلفنا اي حاجة. حبة دقيق وحبة مية هيعملوا كل الجمال ده. شايفين شكلها قمر ازاي؟ مقرمشة جدا ومعسلة. مش عاوزة اطول عليكم اكتر من كده، يلا بينا نبدأ الفيديو ونشوف الطريقة ونشوف المقادير مع بعض ونشوف الحلويات بتاعتنا القمر دي اتعملت ازاي. يلا بينا. اول حاجة هنا هنجهز الشربات او السيرب او الشيرة زي ما بتسموه في اي دولة. هجهزه في الاول علشان انا عايزاه يبرد. كوبايتين من السكر، كوباية من المية، رشة من الفانيليا، وعصرة من الليمون. لو عندكم عسل جلوكوز ممكن تضيفوا معلقة، بس هو مش متوفر عندي حاليا. حطيت السكر وحطيت المية والفانيليا وعصرة الليمون. هاخد بقى ايه الكازرولة بتاعتي الحلوة دي واحطها كده على نار متوسطة. اول ما يغلي هسيبه 7 دقايق بالظبط، ما سيبوش اكتر من كده، وما نحركش فيه خالص علشان الشربات ما يسكرش. شايفين؟ بعد كده بشيله واسيبه لما يبرد تماما. هنجهز دلوقتي المقادير الجافة. معايا هنا في البولة كوباية ونص من الدقيق الابيض. هضيف على الدقيق معلقتين كبار من نشا الذرة او المايزينا زي ما بتسموه في اي دولة، وهضيف كمان نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وما تكتروش اكتر من كده، يعني ممكن ربع معلقة بس كمان. وهضيف كمان رشة من الفانيليا. بعد كده هقلبهم مع بعض، وكده المقادير الجافة بقت جاهزة معانا. شايفين؟ المقادير سهلة جدا، مش هنشتري اي حاجة من بره. تعالوا نشوف هنعمل ايه بعد كده. بعد كده هجيب الطاسة اللي هشتغل فيها على النار او حلة، وهضيف فيها كده كوبايتين من المية، مية عادية من الحنفية بنفس المج اللي انا عيرت بيه الدقيق. هضيف كمان ربع كوباية من الزيت النباتي، اي زيت عندك هينفع. بعد كده هاخد الطاسة واحطها على النار. اول ما المية والزيت يغلوا هضيف الدقيق وهطفي النار تماما، يعني انا هشتغل والنار مطفية. هبتدي اقلب الدقيق مع المية لغاية ما الدقيق يختفي تماما وتتكون معايا كده عجينة. شايفين؟ انا بلم كده الدقيق مع المية وابتدي اضغط علشان تتكون معايا عجينة. الموضوع سهل جدا والطريقة بسيطة ومش معقدة يعني. شايفين بعمل ازاي؟ بلم الدقيق كده واضغط على العجينة. تمام كده. شايفين العجينة بقت حلوة ازاي؟ طبعا احنا لسه هنعجنها تاني، بس ايه ألمها دلوقتي وبعدين نعجنها على الرخامة. خلاص كده هحطها على الرخامة، وبعدين هنبتدي نعجنها كويس قوي لغاية ما تكون معانا عجينة ناعمة جدا ومفيهاش اي تكتلات. بس خلي بالكوا لان هي بتكون سخنة، او سيبوها تهدى شوية وبعدين اتعاملوا معاها. وده شكلها حلوة جدا وناعمة ولينة كده ومش ناشفة. شايفين؟ طبعا هي لسه برضو سخنة، انا بتعامل معاها بحرص جدا. خلي بالكوا كده العجينة بتاعتنا بقت جاهزة. تعالوا بقى للتشكيل. التشكيل سهل جدا وبسيط. باخد قطعة كده من العجينة وبعدين بكورها. بعد كده بضغط عليها بالمقصوصة دي بتاعة البطاطس اللي بنحمر بيها البطاطس. بتديني شكل كده وردة حلو. ممكن كمان تعملوها بالشوكة، يعني تاخدوا حتة كده وتكوروها وبعدين تعملوها زي صباع كده، وبعد كده تعملوها بالشوكة. والشكل ده انا عملته معاكم قبل كده وكان حلو قوي يعني. دي او دي هتنفع، بس انا حبيت اعملها النهاردة وردة شكلها حلو وهتعجب الاولاد جدا. شايفين؟ ممكن تعملوها بالشكل ده، حلوة قوي. انا هخلص كل الكمية وبعدين هروح اقلي. هروح اقليها في الزيت. تعالوا بقى نشوف التسوية. معايا هنا زيت ساخن،
على نار متوسطة. هضيف كده فيه الحلويات بتاعتي. بعد كده مش هبتدي احركها خالص غير لما تبتدي كده ايه الحلويات تطلع على وش الزيت وتبتدي تاخد قرمشة شوية وتاخد لون كده ايه شوية، ابتدي احرك فيها واقلبها. انا طبعا شكلت العجينة كلها وابتديت اقلب، وده كان غلط مني ان انا اشكلها كلها. على ما جيت اقلي اخر حبة كانوا بيفرقعوا في الزيت كأني بعمل فشار بالظبط. يعني الطريقة الصح انكم تشكلوا 5 6 وحدات وبعدين تقلوهم وبعدين ترجعوا تشكلوا 5 6 وحدات وبعدين تقلوهم. بلاش تشكلوا العجينة كلها، علشان للأمانة يعني اخر حبة كنت بقليهم كانوا بيفرقعوا في الزيت كأني بعمل والله فشار بالظبط. يعني بهدلوا الدنيا زيت. فخلوا بالكم من النقطة دي وما تقعوش في الغلط زي ما انا وقعت فيه. شايفين الحلويات بقت عاملة ازاي؟ حلوة جدا. طبعا هي متحملة الحرارة ومتحملة النار علشان النشا. شايفين بقى لونها حلو قوي، واخده لون ذهبي وقرمشة. بطلعها واحطها في الشربات على طول. طبعا الشربات برد خلاص، بحطها في الشربات وبعدين بقلبها وبعدين بحطها في طبق. وطبعا بسوي باقي الكمية بنفس الطريقة، بس الأحسن زي ما قلتلكوا اعملوا 5 6 وحدات وبعدين سووهم وارجعوا شكلوا وبعدين سووا. بلاش تعملوها مرة واحدة، بلاش تشكلوها مرة واحدة يعني علشان الغلط اللي انا وقعت فيه. ده شكل الحلويات بتاعتنا، شكلها حلو قوي. انا رشيت عليها كده رشة من الفرماسيل الملون. لو عندكم فستق هينفع، عندكم سوداني هينفع، عندكم جوز هند هينفع، او تسيبوها كده برضو هي جميلة وشكلها حلو. وردات كده معسلة مقرمشة حلوة جدا، سهلة وبسيطة وما كلفتناش اي حاجة. الدقيق في البيت والزيت في البيت والمية في البيت. شايفين شكلها قمر ازاي؟ تحفة جدا وريحتها تجنن وعجبت الاولاد قوي. شايفين شكلها؟ يمكن الكاميرا كمان مش موضحاها بس هي شكلها حلو قوي. ما تكتروش البيكنج باودر خالص، يعني انا ضايفه نص معلقه، ممكن كمان تقللوا كمان عن نص المعلقه وتضيفوا ربع بس ما تزودوش اكتر من كده. شايفين معسله ازاي من جوه؟ رهيبه بجد، رهيبه جدا، سهله جدا. الناس اللي مش بتحب تعمل بلح الشام عشان ما عندهاش الكيس بتاع الحلواني، دي سهله جدا وبسيطه، طريقه تشكيلها حلوه. الفيديو خلص، اشوفكم على خير الفيديو الجاي. باي باي.